يا أهلا بيكم معانا. سوق الانتقالات في مصر السنة دي سخن جدا يعني. الأخبار عمالة تروح وتيجي وخصوصا حوالين القطبين، الأهلي والزمالك طبعا. أكيد أكيد. الأجواء مشحونة فعلا. معانا النهاردة كلام مهم قوي عن مستقبل لعيبة وقرارات إدارية كده ممكن يعني تغير حاجات كتير. يلا بينا نشوف إيه الحكاية دي ونفصصها سوا بناء على المصادر اللي قدامنا. تمام. واللي بيحصل ده بصراحة مش مجرد أخبار وخلاص، لأ، ده بيدينا صورة أوضح عن طريقة تفكير الأندية وتأثير ضغط الجمهور وكمان طموحات اللعيبة نفسها اللي بقت يعني عامل أساسي في أي قرار. خلينا نبدأ بأكتر خبر عليه كلام اليومين دول، وسام أبو علي واحتمالية رحيله عن الأهلي. الكلام شبه رسمي دلوقتي إنه خلاص الصفقة بتخلص لنادي كولومبوس كرو الأمريكي. الكلام كتر قوي في الموضوع ده الفترة الأخيرة. بالظبط، والعرض المقدم كبير بصراحة. بنتكلم في 7.5 مليون دولار كاش مضمونين. 7.5 مليون. أيوة، زائد 2 مليون دولار كحوافز يعني حسب الأداء والأهداف، وكمان فوق كل ده 15% نسبة إعادة بيع. ياه، لا رقم كبير. صفقة ضخمة يعني، ممكن توصل مكسب الأهلي فيها لحوالي نص مليار جنيه مصري، فرق عن تمن الشراء. وما ننساش إن أرقام وسام يعني في الفترة القصيرة اللي لعبها مع الأهلي كانت ممتازة بصراحة. النقطة اللي لازم نقف عندها هنا هي قدرة الأهلي إنه يوصل للرقم ده. يعني المصادر بتقول إن العروض الأولانية كانت أقل من كده بكتير. فعلا. وكمان يعني كان في دور مهم لرد فعل الجمهور الأهلاوي اللي كان فيه ثقة كبيرة في الإدارة ومبدأ اللي مش عايزنا مش عايزينه، ده كان واضح. صح. الموضوع كان ليه بعد تاني برضه مع الجدل اللي حصل في الأول بتاع تصريحات جبريل الرجوب وكده. بس اللافت كان إنه الجمهور الفلسطيني نفسه حسب المصادر دعم موقف الأهلي وحتى لجأ للاتحاد الفلسطيني اللي تراجع عن بيان وقتها. دي حقيقة. وبيتقال كمان إن رغبة وسام في الحصول على الجنسية الأمريكية كانت دفع مهم ليه، يعني جنب الفلوس طبعا. خلاصة الموضوع إن الأهلي بصراحة أدار الملف ده بذكاء وحقق منه مكسب مالي كبير جدا. طب نروح بقى الناحية التانية للزمالك والمشكلة الجديدة بتاعة أحمد فتوح. الموضوع زي ما الناس كلها عرفت إنه غاب عن المعسكر عشان يحضر حفلة غنائية، وبلغ الجهاز الإداري إن قريبه مريض. يا ساتر. النتيجة الأولية كانت على طول 1,000,000 جنيه غرامة وتحويل للتحقيق. وفي كلام دلوقتي كلام قوي إنه ممكن يتباع أو يتجمد لنهاية الموسم. موقف صعب بصراحة، بيخلي الواحد يفكر في الفرق بين ده وبين التزام نجوم الزمالك الكبار زمان. يعني بصراحة ممكن نقول إن فتوح بقى عدو نفسه شوية، الأخطاء بتتكرر. للأسف. وده بيحط الإدارة الجديدة بقيادة جون إدوارد قدام تحدي كبير، خصوصاً مع مدرب زي يانيك فيريرا اللي معروف إنه حازم قوي في موضوع الانضباط ده. النادي دلوقتي قدامه معضلة واضحة جدا، اللي هي موهبة فتوح الكبيرة اللي مفيش عليها أي خلاف قصاد مشاكله والتزامه اللي دايما فيه مشاكل. هل الإدارة هتضحي باللاعب عشان تفرض النظام، ولا هتحاول تحتويه تاني؟ ده سؤال مهم، الأيام الجاية هي اللي هتجاوب عليه. تمام. طيب عشان ما نبقاش مركزين على دول بس، ناخد كام خبر سريع كده عشان الصورة تكمل. في الأهلي النادي رفض عرض من الحزم السعودي لضم أليو ديانج، وبيجهزوا لتمديد عقده. كويس. دي نقطة مهمة بخصوص ديانج، بتوضح إن الأهلي مش بس بيبيع ويكسب، لا كمان بيحافظ على الأصول المهمة بتاعته اللي عايز يكمل بيها. وفي خبر تاني إن أمير توفيق ساب منصبه في شركة الكورة ورايح يشتغل مدير رياضي في نادي سعودي. سمعت الخبر ده. يمكن تكون بداية تغيير في الهيكل الإداري هناك. وبالنسبة لمعسكر تونس، أول ماتش ودي للأهلي هيبقى ضد الملعب التونسي، والمباراة هتكون 3 أشواط وهتتذاع على قناة الأهلي. تمام. والمدرب ريبيرو واضح إنه بيدور على ظهير أيسر جديد يعني، خصوصاً إن محمد شكري هو الوحيد دلوقتي بعد إعارة كريم الدبيس، وشفنا المدرب بيجرب مصطفى العش كقلب دفاع وكوكا في نص الملعب. الكلام دلوقتي على يحيى زكريا لاعب المحلة. ده بيأكد إن إيبيرو بيحاول يلاقي حلول وعمق في القائمة للموسم الطويل، ومركز الظهير الأيسر ده كان فيه نقص واضح. توظيف العش وكوكا في مراكز تانية ممكن يكون حل مؤقت أو يعني تجربة لحاجة أكبر. نروح للزمالك سريعاً، كان في ماتش ودي صعب امبارح كسبوه 5-4 ضد الشمس. 5-4؟ لأ، نتيجة غريبة لماتش ودي.
بالظبط. وموقف سيف الداني الجزيري لسه مش واضح. فيريرا يعني عايز مهاجم أجنبي تاني، واللاعب نفسه عايز يكمل رغم إن في كلام عن عرض إماراتي. أزمة المهاجم دي لازم تتحسم بسرعة في الزمالك. وفي توضيح كمان بخصوص إمام عاشور. يعني النادي وضح إنه مفيش عقوبة عليه لحضور الحفلة لأنه كان في إجازة رسمية بسبب الإصابة، وإن كان يعني وجوده هناك مش أحسن صورة للاعب كورة محترف. تمام، يعني الإدارة بتحاول تكون عادلة وتفرق بين الحالات حتى لو الصورة العامة مش مثالية. مهم برضو توضيح النقطة دي. يبقى لو هنلخص أهم نقطتين طلعنا بيهم النهاردة: صفقة وسام أبو علي اللي شكلها كده مكسب تاريخي للأهلي، وأزمة أحمد فتوح اللي ممكن تكون نقطة تحول في مسيرته مع الزمالك أو للأسف نهايتها. ونسيب بقى سؤال للناس تفكر فيه كده بعد ما نخلص. بعيد عن الإثارة الإعلام وزعل الجمهور أو فرحته، الأحداث دي كلها يعني وسام وفتوح وغيرهم بتقول لنا إيه عن موازين القوى اللي بتتغير بين طموحات اللعيبة اللي بتزيد كل يوم وضغوطات الجماهير اللي ما بتنتهيش وقدرة الأندية نفسها على فرض كلمتها وسيطرتها في خريطة الكرة المصرية الجديدة دي؟ سؤال مهم. سؤال مهم فعلا ويستدعي التفكير. تمام قوي. وبكده نكون وصلنا لآخر كلامنا النهاردة. لو التحليل والنقاش ده عجبكم ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة. أهم حاجة تفعلوا الجرس عشان توصلكم تحليلاتنا الجاية أول بأول. نشوفكم قريب إن شاء الله.